السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب ابطال تانية اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا دكاترة؟ ازيكم يا باشمهندسين المستقبل؟ عاملين ايه؟ سمعتوا الدرس الاول؟ خلصتوه تمام؟ واحنا باذن الله شرحناه كامل وحلينا عليه الاسئلة كلها من كتاب الامتحان تمام؟ يبقى كده مفيش ليكوا حجة تاني، ملكوش حجة تاني كده باذن الله. احنا عملنا اللي علينا. عليكم انكم تذاكروا وتحلوا كويس ورانا. طب انتوا خلصتوا يا شاطر يا شاطرة، انتوا عيال ممتازة وخلصتوا الدرس الأول ونهيتوه. النهارده بإذن الله تعالى هنبدأ في الدرس الثاني. في الجزء الأول درس بسيط جدا وسهل ولطيف اسمه تغير حالات المجد. تمام؟ الدرس الثاني ده درس والله بسيط ولطيف، الجزء الأول منه سهل وحاجة بسيطة جدا والعلوم كلها سهلة. تمام؟ الدرس الأول عندنا دي زي ما قلنا كده متفقين مع بعض دايما، هنلاقي عندنا تو دو ليست هنا اللي خلاص نعلم عليه. تمام يا شباب؟ تمام. تغير حالات المادة. ايه هي تغير حالات المادة؟ يعني ايه تغير حالات المادة؟ اول حاجة هناخد تغير الحالة الفيزيائية للمادة. يبقى اول عنوان عندنا هو تغير الحالة الفيزيائية يا شباب للمادة. ده اول جزئية عندنا، تغير الحالة الفيزيائية للمادة. ازاي يا مستر؟ مش فاهمين. واحدة واحدة. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاب لنا كده عندنا في الكتاب قال لك عندنا مادة صلبة، نجيب قطعة تلج اللي هي مادة صلبة. تمام؟ تمام. قال لك المادة الصلبة درجة حرارتها بتكون تحت السالب، تحت الصفر قصدي، بالسالب صح؟ بتكون تحت الصفر اللي هي بالسالب، دي التلج. قال لك هنبدأ نعمل له اكتساب حاجة اسمها طاقة حرارية. يعني ايه اكتساب طاقة حرارية يا مستر؟ يعني بيكتسب حرارة يا باشمهندسين. بدأنا التلج ده نكتسب له حرارة، يعني بنسخنه. فاكتساب الحرارة أدى إلى إيه؟ أدى إلى إن جزيئات التلج ديت اكتسبت طاقة حرارية. تمام. وإيه تاني؟ وما اكتسبت طاقة حرارية اكتسبت حركة، طاقة حركية. لما اكتسبت حركة مع الطاقة الحرارية بدأ يحصل ذوبان للتلج ده، فبدأ يتحول التلج ده لجزء، بدأ يتحول لإيه؟ بدأ يتحول اللي هو يحصل له انصهار، يحصل للتلج إيه؟ انصهار. قال لك إن التلج ده يعني إيه انصهار؟ يعني ذوبان. انصهار بتساوي كلمة ذوبان. طب قال لك يعني إيه انصهار يا باشمهندسة يا دكتور يا دكتورة؟ يعني إيه انصهار؟ قال لك الانصهار اللي هو الذوبان. قال لك طب المية بتنصهر عند كام؟ قال لك والله إن المية بتنصهر عند كام؟ عند 0 درجة سيليزيوس. عند 0 درجة سيليزيوس. يعني ايه درجة سيليزيوس؟ يعني ايه كلمة درجة سيليزيوس ديت وحدة قياس الحرارة، وحدة قياس الحرارة. فقال لك ان التلج لقيناه بينصهر عند كام؟ عند 0. تمام؟ تمام. بدأ يعمل له تاني، بدأ يعمل له اكتساب طاقة حرارية تاني، بيزيد من اكتساب الطاقة الحرارية. تمام؟ طاقة حرارية. بدأ ايه؟ يزود في اكتساب. فلقى ان التلج بقى يحصل له انصهار، بدأ يحصل انصهار اكتر فيتحول بدأ ان هو يتحول لميه، بيتحول لماء اللي هو سائل. تمام يا شباب؟ تمام. الميه بدأنا نزيد في طاقة الحركة اللي هي نزيد في الطاقة الحرارية المكتسبة. بدأ يتحول عندنا يتحول عندنا لحالة الغليان. تمام. بدأ نحول عندنا حالة الغليان، ميه برضو ولكن في حالة الغليان. يعني ايه غليان؟ يعني ارتفاع في درجات حراره الميه، يعني بتغلي. لما تيجي تحط كده ميه مثلا كده على الولع او حاجه بتلاقيها بتغلي، تلاقي يحصل بتبقلل كده صح؟ فقال لك ان الميه بتغلي عند كام؟ قال لك والله ان الميه لقوها بتغلي عند 100 درجه سيليزيوس. عند كام؟ عند 100 درجه سيليزيوس. احنا اتفقنا الدرجه سيليزيوس اللي هي درجه وحده قياس الحراره. تمام. فلما زادت الطاقة الحرارية دي زيادة في اكتساب الطاقة الحرارية. تمام يا شباب؟ تمام. بدأ يغلي. طب في حالة الغليان اللي هي المية بدأنا نزود في الطاقة الحرارية أكتر، نزود أكتر، نحصل له اكتساب برضه للطاقة الحرارية أكتر. ايه اللي بيحصل؟ لأن المية عندنا ديت بدأت تتحول بدأت تتحول عندنا لبخار. طب امتى توصل لحالة بخار؟ توصل لحالة البخار لما تزيد درجة الحرارة، تزيد عن كام؟ عن 100 درجة سيليزيوس.
يبقى درجه الحراره لما بتزيد عند 100 بتبدا في ايه؟ في حاله التبخر. في حاله مين يا شباب؟ في حاله التبخر. يبقى دي كده عندنا الرسمه دي كده بالاسهم دي كده عندنا حاجه مهمه جدا. نعيد تاني. عندنا قطعه تلج، يعني ايه؟ يعني ماده صلبه. تمام. ماده صلبه يعني تحت يعني تحت الصفر اللي هي بالسالب، صح؟ اكتسبناها طاقه حراريه، فلما اكتسبنا طاقه حراريه بدأ يحصل في مين؟ طاقة الحركة بتزيد، ما اكتسبنا الطاقة حرارية فطاقة الحركة بتزيد، فبدأ يحصل ذوبان أو انصهار لمين؟ للتلج. تمام. قلنا التلج بينصهر عند كام؟ عند 0 درجة سيليزيوس. قعدنا نعمل له اكتساب لطاقة حرارية أكتر، بنزود في الطاقة الحرارية، فبدأ يتحول لمية. التلج اتحول إيه؟ لمية، اللي هو إيه؟ سائل. تمام. زودنا في الطاقة الحرارية أكتر. إيه اللي حصل؟ المية بقت تغلي عند كام؟ عند 100 درجة سيليزية. تمام. زودنا درجة الحرارة فوق درجة الغليان، يعني بتكتسب طاقة حرارية أكتر، فإيه اللي حصل؟ فبدأ يحصل لحالة الإيه؟ التبخر. يبقى التبخر لما بيزيد عند 100 درجة إيه؟ سيليزيوس، لما بيزيد عن 100 بيبدأ في حالة مين؟ التبخر. طب إحنا لو جينا عملنا العكس، لو جينا مثلا دلوقتي التبخر قللنا في درجة حرارته، تمام؟ فيبدأ يحصل له غليان. قللنا في درجة حرارته فيبدأ لسه في حالته الطبيعية مية. قللنا حرارته هيبقى الانصهار. قللنا الحرارة بتاعته هيوصل لايه؟ لتلج. يبقى هي علاقة ايه؟ لفة حوالين بعضها كده. تمام يا شباب؟ تمام. الرسمة ديت مهمة جدا جدا. دي اللي هي الرسمة ديت تغير الحالة الفيزيائية لمين؟ للمادة. وهنعرف دلوقتي انتقال المادة من حالة لحالة بتسمى ايه؟ تمام؟ ده كله هنشرحه لكم دلوقتي بإذن الله. طب تعالى قبل ما نمسح برضو نبقى ايه؟ نشرح. تعالى. بقول لك هنا لو عندنا مادة صلبة اتحولت لمين؟ لسائل، دي اسمها ايه؟ ولو عندنا سائل، مادة سائلة اتحولت لمين؟ لصلب. ولو عندنا مادة سائلة اتحولت لمين؟ لغازية. والمادة غازية اتحولت لمين؟ لسائلة. ومادة غازية اتحولت لمين؟ لصلب. تمام. مادة غازية اتحولت لمين؟ اتحولت لصلب. تمام كده؟ تمام يا مستر. طب لو عندنا مادة صلبة اتحولت لغازية، اهي مادة صلبة اتحولت على طول معانا لمين؟ لغازية. تبقى دي تسمى ايه؟ تعالى كده واحدة واحدة. والله عندنا لو مادة صلبة اتحولت لسائلة فدي اسمها ايه؟ اسمها انصهار، عملية انصهار. الحاجات دي كلها ان شاء الله هناخدها قدام بالتفصيل. فدي اسمها عملية ايه؟ انصهار. تمام. طب لو من سائلة لصلبة، من سائل لصلب، فدي اسمها عملية ايه؟ عملية تكثف او تكثيف. اسمها عملية ايه؟ تكثيف. احفظوا بس العناصر زي ما هي كده. في الحصه دي اول مره اقول لكم احفظوها زي ما هي. احفظوها زي ما هي كده من غير ما تفهموها دلوقتي، وقدام في الدرس قدام شويه في تقريبا في نص الدرس الثاني، تمام، هتبدا تاخد العمل دي بالتفصيل الممل. كل العمل ده هتاخدها بالتفصيل، ولكن احفظوها زي ما هي كده عشان لما تيجوا قدام تبقوا انتوا واخدين ايه؟ نبذه كده عنها. طب من سائله لغازيه، من سائل لغاز، دي اسمها ايه؟ دي اسمها تبخر. تمام يا شباب؟ تمام. طب من غازية لسائلة، من غازية لسائلة، دي اسمها ايه؟ ثانية واحدة يا شباب. من سائلة لصلبة، لا ثانية واحدة بس عشان في غلطة هنا، معلش ثانية واحدة. بصوا يا شباب، لو عندنا مادة سائلة خليناها صلبة فدي اسمها تجمد، جمدناها. بص، من صلبة لسائلة عملناها انصهار، ذوبناها، انصهار او مين؟ او ذوبان. تمام. طب من سائل لصلب، عندنا ميه عايزين نخليها صلبه فنحطها في الفريزر فده اسمها تجمد. تمام. طب من سائله لغازيه، من سائل لغاز اهو، من سائل اللي هو غليان لغاز فاسمها عمليه ايه؟ تبخر. تمام. طب من غاز لسائل، من غاز عملناه لسائل فده اللي هو التكثيف. تمام يا شباب. من غازيه لو نكون مثلا كده بتغلي ميه كده وغطيتها بالغطا بتاع الحله، هتبدا تلاقي هنلاحظ ايه يا شباب؟ هنلاحظ ان على غطا الحله في ميه، في قطرات من الميه. تمام. فدي اسمها عمليه تكثيف. ثانيه انا بس هتاكد ان الكاميرا بتصور ولا لا.
تمام، الكاميرا شغاله 100 100 عشان ما نعيدش تاني بالله عليكم، احنا قعدنا في اخر جزئيه في الدرس الاولاني 5 مرات نعيدها. تمام. طب من غازيه لصلبه ده كله قلنا لكم هنشرحه تاني. من غازيه لصلبه كانت غاز وبقت صلب، فدي اسمها عمليه تساقط، وهنشرح كل دي تاني ما تقلقوش، ولكن عايزكم بس تاخدوا نبذه بس عن اللي احنا هناخده قدام. دي اسمها عمليه مين؟ عمليه تساقط يا شباب. تمام. طب من صلب الغاز، من صلب لغاز، ماده صلبه راحت لغاز على طول، فدي اسمها عمليه تسامي. عمليه مين؟ تسامي. يبقى العوامل اللي عندنا دي كلها حفظ، وهتشرح قدام اهي، شرح الحصه القادمه. دي لسه هتشرح قدام بالتفصيل عشان ما حدش يقول لي يا مستر انت بتشرحش وانت بقيت تكروتنا، لا هتشرح قدام بالتفصيل عشان ما تقلقوش. تمام. يبقى كده المخطط ده مخطط مهم جدا جدا يا شباب. يبقى كده اول جزئيه خدناها تغير حالات الماده الايه؟ الفيزيائيه. بقى نخش بقى على حاجه اسمها التمثيل البياني. نمسح ده. التمثيل البياني، شفت الكلام اللي احنا لسه عاملينه اللي هو بالاسهم ده؟ ده هنمثله بقى في رسم بياني عشان ده اللي هيجي لكم في الامتحان. ممكن يجي لك الاسهم برضه، الاثنين يجوا لك عادي مفيش اي مشكله، ولكن عايزين نمثله في رسم بياني عشان يبقى حاجه منظمه كده وشكلها جميل وتكون مفهومه اكتر. ازاي يا مستر هنمثلها في الرسم البياني؟ بصوا يا شباب، عمل لك هنا خط رأسي، ده اسمه كده خط رأسي، ده المفروض تبقوا عارفينه من الرياضه، ودي اسمه كده خط مين؟ خط افقي. بعمل لك ايه؟ خط رأسي وخط مين؟ وخط افقي. تمام يا شباب؟ تمام. الخط الرأسي ده عمل لك عليه درجة الحرارة، طب والافقي الزمن. تمام. رسمها لك ازاي بقى؟ قال لك والله عندنا من A ل B، عمل لك بكام رقم؟ A B C D E. تمام يا شباب؟ تمام. عملها لك ازاي؟ جالك هنا كده من تحت طلع كده، كده يا شباب. ده الرسمه بتاعتكم، دي اسمها النقطه A B C D A B C D E، وفي هنا F. دول نقط. جاب لك هنا عند النقطة ديت حط لك 0 سيليزيوس. 0 سيليزيوس درجة ايه؟ انصهار التلج. تمام. وجالك عند النقطة ديت وحط لك 100 درجة سيليزيوس، ودي كانت درجة مين؟ الغليان. وقال لك يلا نشرح. تمام، يلا نشرح مفيش مشكلة. تعال بص، عند النقطة B بدأ يغلي التلج. يعني ايه؟ بدأ يحصل انصهار للتلج. يعني ايه؟ ايه اللي يفهمنا من النقطة دي؟ يفهمنا من النقطة ديت ان من A إلى B، من A إلى B كانت ايه؟ كانت تلج. من A ل B كانت ايه؟ كانت تلج. يعني كانت مادة ايه؟ كانت مادة صلبة، صح؟ متفقين الحتة دي؟ متفقين. فجاء عند النقطة B، من أول النقطة B بدأ يحصل انصهار أهو عند 0 درجة سيليزيوس. طب الانصهار لو لاحظنا إن مش خط مستقيم، كان ثابت، كان حصل له إيه؟ ثابت لحد النقطة مين؟ لحد النقطة C. يبقى من النقطة B للنقطة C كانت إيه؟ من النقطة B للنقطة C هي مين؟ هي مرحلة انصهار التلج. تاني يا شباب، تاني واحدة واحدة. من نقطة A الى النقطة B، النقطة A اولا من A ل B كان دي تلج، كان حالة صلبة، صح؟ متفقين الحتة دي؟ متفقين، عشان قلنا ان التلج بينصهر عند 0 درجة سيليزيوس، صح؟ فلسه ما جاش عند الصفر. اول ما جينا عند الصفر بدأ يحصل انصهار للتلج اللي هو من ايه؟ من B. تمام. اول نقطة B كان درجة مين؟ الانصهار. طب من B ل C حصل فيه توقف، صح؟ التوقف ده هو مدة انصهار التلج. من B ل C دي كلها، المدة ديت كلها ديت بتاعت انصهار مين؟ انصهار التلج. يبقى درجة انصهار التلج المرحلة بتاعتها بتبقى مرحلة مين؟ ثابتة. طب الدرجة 0. طب بتكون من ثابتة من ايه؟ من B ل C اللي هي المرحلة دي. ممكن نغلق الحروف عادي جدا، تثبتش على الحروف، المهم هي بتثبت في المرحلة دي اللي درجة انصهار التلج اللي هي عند 0 درجة مين؟ 0 درجة سيليزيوس.
نيجي تاني من النقطة C إلى النقطة B، إيه اللي بقى يحصل؟ بقى يزيد في انصهار التلج، يزيد 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 في انصهار التلج. فديت كانت اسمها إيه؟ مرحلة زيادة ذوبان التلج. دي كانت اسمها مرحلة زيادة ذوبان مين؟ ذوبان الثلج. التلج بدأ المرحلة بتاعته بتزيد، بدأ يزيد في الذوبان، صح يا شباب؟ أي صح. طب احنا كده زدنا في المرحلة، تمام. جت عند النقطة بي، جت عند النقطة دي قصدي، النقطة دي بدأت توصل لمرحلة مين؟ الغليان، صح؟ بدأ يوصل لمرحلة مين؟ مرحلة الغليان. طب تعالوا هنا من المادة من النقطة C لدي. بص احنا قلنا من النقطة A ل B كانت صلبة، كانت تلج فقط، صح؟ بدأ يحصل بقى صفر الانصهار، صح؟ صفر حصل له ايه؟ انصهار. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى من المرحلة B ل C كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن مادة صلبة زائد مين؟ زائد سائل، صح؟ اي صح، صلبة يعني كان في. انت دلوقتي لما بتيجي تعمل انصهار لقطعة من التلج، هل بتلاقي قطعة التلج مرة واحدة ده مرة واحدة ولا بتاخد فترة؟ لا بتاخد فترة. فبيبقى في عبارة عن تلج اللي هي صلب، صح؟ ومية اللي هي عبارة عن سائل، صح؟ فالمرحلة دي بيكون فيها صلب وسائل، صح؟ هي المرحلة دي عبارة عن صلب وسائل. تمام يا شباب؟ تمام. طب بدأ كده انصهار التلج عند مرحلة C لدي بيزيد في مرحلة الانصهار، يعني مرحلة مين؟ مية. فدي كان فيها سائل. المرحلة دي كان ساعتها التلج فيها ايه؟ سائل. تمام؟ من C لدي كانت سائل. طب عند المرحلة دي لإيه؟ قلنا من أول دي درجة مين؟ الغليان، صح؟ دي نقطة الغليان. طب من دي لإيه؟ المرحلة دي كلها زي ما مرحلة الانصهار كانت بتاخد فترة، فمرحلة الغليان هي كمان بتاخد فترة. فدي كانت مرحلة غليان الماء. تمام. طب مرحله غليان الماء يا شباب، دلوقتي احنا عندنا ميه بدانا نعمل لها مرحله غليان، هل هتلاقيها مره واحده اتحولت لبخار؟ مش لما من الميه للغليان بيحصل تبخر، صح؟ طب هل اول ما نحط ميه هتبخر مره واحده ولا هيبقى في سائل وفي بخار؟ هيبقى في سائل وفي بخار. تسلم، انا سمعتك اللي قلتها. هيبقى في ايه؟ هيبقى في هنا سائل ومين؟ وبخار. سائل ومين يا شباب؟ سائل وبخار. تمام؟ تمام. اللي هو سائل وغاز ممكن تستبدلها بسائل وغاز عادي جدا. تمام. نيجي بقى من المرحله ايه، نقطه ايه لنقطه اف. من اي لاف، من النقطتين دول كده خلاص غليان، فكان سائل وبخار. النقطه دي كلها زياده في مين؟ زياده في التبخر، اللي هو حمايه التبخر، صح؟ دي كانت تبخر، دي كانت مين؟ دي تبخر، صح؟ عشان كده خلاص احنا زدنا عن 100، عشان سائلين من هناك ان 100 غليان، زدنا فوق ال 100 يبقى تبخر. طب احنا زدنا فوق ال 100، صح؟ يبقى كده تبخر. طب اول ما نوصل المرحله ديت هتبقى عباره عن بخار فقط. بخار ايه؟ فقط. ليه بخار فقط؟ عشان خلاص الميه اتبخرت. فده كله المرحله ديت مرحله ايه؟ مرحله بخار يا شباب. مش فاهمين؟ نعيدها تاني. بص يا شباب، مرحله انصهار التلج، نقطه انصهار التلج، درجه انصهار التلج 0. تمام؟ تمام. ونقطة الغليان 100. فعملنا لك على رسم بياني A B C D E F. تمام يا شباب؟ تمام. جه من المرحلة A للمرحلة B لسه ما وصلناش للانصهار، فالحالة دي كانت حالة ايه؟ كانت حالة صلبة يا مستر. تمام. اللي هو كان ايه؟ كان لسه فيها التلج، صح؟ تمام. خلصنا من المرحلة A للمرحلة B. طب عند النقطة B، والله عند النقطة B خلاص بقى بدأنا في مين؟ بدأنا في الانصهار. عند النقطة B بدأنا في مين؟ الانصهار. قلنا الانصهار لما يكون عندك قطعة التلج بيحصل لها انصهار بتاخد مدة، مش مرة واحدة بتلاقي بقت مية، لا بتلاقي تلج ومية، تلج ومية، فبتاخد فترة. ففترة الانصهار من B ل C اللي عند 0 درجة سيليزيوس. تمام؟ فالعبارة دي كانت فيها ايه؟ كان فيها تلج اللي هو صلب ومية اللي هو ايه؟ سائل. تمام. تمام. نزيد بقى من المرحله سي يحصل ايه؟ هيحصل زياده في الذوبان اللي هو زياده في مين؟ في الانصهار. فيبقى عندنا المرحله ديت سائله، ما بقاش في تلج خلاص، هنا سائله فقط، هنا سائله ايه؟ فقط، ما بقاش في تلج. تمام. نيجي عند المرحله دي، خلاص وصلنا على المرحله دي اللي هي 100 درجه ايه؟ مئويه. فيبدا التلج ايه؟ يبدا الميه ايه؟ يحصل لها غليان. فالغليان نفس الانصهار بياخد مده اللي هي من دي
لاي، فياخد المده اللي هي بتاعت 100 درجه مئويه. اعلى من الدي، اعلى من الاي اللي هي اعلى من 100 درجه مئويه، بيحصل عمليه ايه؟ عمليه تبخر. قلنا اعلى من 100 عمليه تبخر، تمام؟ فيبدا من اي لاف دي كلها تبخر. طب تبخر، طب من اي لاف هتبقى عباره عن بخار فقط او غاز فقط، مش هيبقى فيها اي سائل ولا اي صلب ولا اي ميه ولا اي حاجه، تمام؟ خد سكرين شوت، البتاعه دي مهمه جدا، تمام؟ ولو ما فهمتهاش رجع الفيديو مره واتنين وعيدها تاني. خد سكرين شوت. تمام يا شباب؟ تمام. اللي فهمهاش يرجع يعيدها تاني مره واتنين وتلاته لغايه ما يفهمها الفيديو معاكم. دلوقتي بقى طرق الدرس ده والله اول حته، اول جزئيه من الدرس التاني ميه، والجزئيه التانيه برضو ميه. فالتمثيل البياني كده خلصناه. نخش بعد كده على تالت حاجه وهي العوامل المؤثره على الانصهار والغليان. بص يا شباب، في عوامل بتؤثر على الانصهار والغليان. قال لك هم عاملين اتنين. قال لك هم ايه؟ عاملين اتنين. ايه هم العاملين دول؟ قال لك والله عندنا عامل اسمه الضغط الجوي، وانتوا خدتوه مليون مره قبل كده. الضغط مين؟ الجوي. وعندنا عامل اللي هو درجه النقاء. درجه مين؟ النقاء، نقاء الميه. نقاء الماء، مفيش مشكله، تمام؟ يبقى دول عاملين بيؤثروا على انصهار وغليان التلج. بيؤثروا على مين؟ على الانصهار والغليان. بيؤثروا على مين؟ على انصهار التلج وغليان مين؟ الميه. ازاي الضغط الجوي بيأثر على الانصهار والغليان؟ اولا قال لك ان الضغط الجوي ده ماله؟ قال لك احنا عند سطح البحر في حاجه كده اسمها سطح البحر، تمام. الضغط الجوي بيكون واحد ضغط جوي، واحد ضغط جيم، بيكون ايه؟ واحد ضغط جوي عند مستوى سطح البحر، تمام. قال لك كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر، كل ما طلعنا فوق عن مستوى سطح البحر كام متر؟ كل ما ارتفعنا 300 متر عن مستوى سطح البحر قل ايه؟ قلت. كلما ارتفعنا 300 متر عن مستوى سطح البحر قل درجة الغليان. قلت ايه؟ 1 درجة سيليزيوس. درجة الغليان قلت ايه؟ 1 درجة سيليزيوس. يبقى كلما ارتفعنا 300 متر عند مستوى سطح البحر الضغط الجوي بواحد. كلما ارتفعنا 300 متر فوق الضغط الجوي بايه؟ بيحصل له بيقل. كل ما ارتفعنا لفوق الضغط الجوي بيقل، تمام؟ كل ما ارتفعنا لفوق الضغط الجوي ايه؟ بيقل. فكلما ارتفعنا 300 متر الاعلى قلت درجة الغليان. قلت بايه؟ بمقدار 1. يعني عند مستوى سطح البحر يا شباب، عند مستوى سطح البحر الميه بتغلي عند 100، صح؟ وده عارفينها اللي هو في الحالات الطبيعيه. الميه بتغلي عند كام؟ عند 100. طب طلعنا 300 متر فوق يبقى الميه هتغلي هنا فين؟ عند كام؟ هتغلي هنا عند 99 درجه سيليزيوس عشان طلعنا 300 متر. طب طلعنا كمان يا شباب 300 متر، طلعنا كمان 300 متر، هتقل كمان 1 درجه سيليزيوس، يبقى هتغلي عند كام؟ عند 98 درجه سيليزيوس. يبقى فهمتوها؟ تمام. عند مستوى سطح البحر الضغط الجوي 1، فالماء بتغلي عند كام؟ الحاله الطبيعيه بتاعتها 100. ارتفعنا فوق 300 هتقل 1 درجه، فهتغلي عند كام؟ هتغلي عند 99. ارتفعنا كمان 300 هتغلي عند كام؟ عند 98. طب دي بالنسبه لدرجه الغليان. طب بالنسبه لدرجه الانصهار، درجه الانصهار قال لك هتزيد عن، كانت درجه الانصهار اصلا عند كام؟ مش درجه الانصهار كانت عند 0 درجه سيليزيوس، فقال لك هي هتزيد عن 0 درجه سيليزيوس، ما حددش بكام، ولكن قال لك هتزيد. فنعرف من هنا ان لما كل بنرتفع 300 متر ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه ايه اللي بيحصل؟ بيقل الضغط الجوي، صح؟ الضغط الجوي بيقل، تمام. وايه اللي بيحصل تاني؟ بيقل او تقل درجه الغليان 1 درجه سيليزيوس. كل ما ارتفعنا 300 متر بتقل 1 درجه سيليزيوس. وايه تاني؟ وبتزيد درجه
الانصهار، تزيد درجة مين؟ الانصهار. طب احنا لو حبينا نعمل رسم بياني ما بين الضغط الجوي ما بين درجة الغليان ودرجة الانصهار، تمام يا شباب؟ حبينا نعملها ازاي؟ والله قال لك عايزين ما بين مين ومين؟ ما بين الضغط الجوي والانصهار والغليان. ايه اللي بيحصل؟ كل ما الضغط الجوي بيقل بتزيد مين؟ بتزيد درجة مين؟ الغليان. يبقى لو عملنا هنا كده الضغط الجوي وهنا درجة الغليان وهنا الضغط الجوي وهنا درجة مين؟ الانصهار. تمام؟ كل ما الضغط الجوي بيقل الغليان بتزيد، يبقى علاقة بينهم علاقة الحصة اللي فاتت عكسية. تمام يا شباب؟ تمام. طب هنا الجوي والانصهار، الضغط الجوي كل ما بيقل الانصهار، لا معلش يا شباب ثانية واحدة، معذرة آسف بس على اللخبطة، معذرة يا شاب أنت وهو. كل ما ضغط الجو بيقل درجة الغليان يا شباب بتقل اهو، كل ما يقل ضغط الجو بتقل درجة الغليان. وانا سمعتك يا عسل انت وهو اللي هناك، شفت على الشطرة؟ سمعت اللي هناك بيقول لي بتقل يا مستر، خد بالك. تسلم. يبقى كل ما ضغط الجو قل الغليان مين؟ بيقل، يبقى علاقة بينهم علاقة مين؟ طردية. تسلم، خليك مركز كده. طب الانصهار كل ما الضغط الجوي بيقل الانصهار بيزيد، يبقى علاقة بينهم علاقة عكسية. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى علاقة بين الضغط الجوي والغليان طردية والضغط الجوي والانصهار عكسية. تمام كده؟ تمام. يبقى دي كده قلنا الضغط الجوي ازاي بيأثر على درجة الغليان ودرجة الانصهار. كل ما ارتفعنا 300 متر بيقل ضغط الغليان درجة مئوية والانصهار بيزيد عن الصفر درجة سيليزيوس. هنتأكد بس بتاع بيصور ولا لأ؟ تمام، عشان ما نكونش بس بنصور على الفاضي. تمام يا شباب؟ تمام. طب عايزينك اصلا تدينا مسألة نحلها بالارقام ونشوف هل فعلا الكلام انت بتقوله ده صح ولا مستر غلط، عايزين نطبقه. تعال بيقول لك ارتفع شخص فوق قمة جبل ايفرست. قمة جبل ايفرست ارتفاعها 4800 متر. 4800 ايه؟ متر، دي القمة. ارتفع شخص، فيه واحد شخص فوق كده شكله عامل كده، تمام؟ عمل ايه؟ طلع فوق قمة جبل ايفرست وبدأ يغلي مية. بدأ يغلي مين؟ يغلي مية. فقال لك احسب لي درجة الغليان فوق قمة الجبل. نحسبها ازاي يا مستر؟ معرفش. ازاي ما تعرفش؟ مش احنا قلنا هنا كل ما نطلع 300 بتقل درجة الغليان واحد؟ يبقى احنا عايزينها نعرف هي هتقل كام درجة. أول حاجة إن المية الطبيعية بتغلي عند كام؟ عند 100 صح؟ كل ما ارتفعنا 300 متر بتقل درجة الغليان كام؟ واحد. يبقى هنقسم ال 4800 متر على كام يا شاطر انت وهو؟ تسلم. على 300 فهتدينا كام؟ ها؟ يلا انت هو يلا. لو قسمنا 4800 على 300 الصفرين يطيروا مع الصفرين، تضيف 10 ب30 هتدينا حوالي ثانية واحدة هتطلع معانا يا شباب ب16. تطلع معانا بكام؟ ب16. 16 ايه يا مستر؟ هيطلع معانا ب16 درجة هتقل. تمام؟ 16 درجة هتقل عن ال100. يبقى عايزين نعرف درجة الغليان فوق بكام؟ هيجيب لك 16 في الاختيار، اخترتها يبقى انت جبت صفر. اما اعمل ايه؟ درجة الغليان الأساسية عند 100 صح؟ ناقص كام؟ سمعتك والله سمعت، تسلم. عند كام؟ يبقى 100 ناقص 16 درجة تطلع عندنا بكام يا شباب؟ 4 وكام؟ 84. تطلع عندنا بكام؟ ب 84 درجة سيليزيوس. درجة الغليان فوق قمة جبل ايفرست. يبقى طلعت هنا بكام؟ طلعت ب 84 درجة سيليزيوس. تمام يا شباب؟ تمام.
عرفتوا بتحل ازاي؟ بتحل ازاي؟ شوف الامتار اللي هو مديها لك تقسمها على 300 هيطلع الناتج تطرحه بكام؟ من 100. طب درجه الانصهار هتعمل ايه؟ هيجرى لها ايه؟ هتقول له درجه الانصهار هتزيد بس، هو ما حددلكش لها ارقام، بس ده اللي هيحصل، درجه الانصهار هيحصل لها ايه؟ هتزيد. نخش بعد كده بقى، احنا كده خدنا الضغط الجوي بيأثر عليه في ايه. نخش بقى بعد كده على بتاع البشاره صاحيه، مش عاجبك الكلام. نخش بعد كده على درجه نقاء مين؟ نقاء الماده. ازاي درجه نقاء الماده بتأثر على درجه الغليان ودرجه انصهار المواد؟ ازاي يا ترى يا هل ترى؟ بصوا يا شباب، عملوا عندنا تجربه، جابوا اناء به ميه ايه؟ ميه نقيه عاديه جدا، حطوا فيها 342 جرام من سكر الجلوكوز. سكر مين؟ الجلوكوز. يبقى حطوا كام؟ 342 جرام من الميه في سكر مين؟ في سكر الجلوكوز. واحد دلوقتي يقول لي مش معنى 342 جرام يا مستر؟ هقول لك والله هم اللي حددوا كده، هو مش بمزاج. هقول لك هم حددوا كده عشان يعملوا التجربه. 342 كام جرام من السكر الجلوكوز حطوه في قلب ميه نقيه. اولا الميه النقيه في الحاله العاديه نبدا نعمل كده مقارنه ما بين درجه الغليان في دي، بص دي في المرحله العاديه او الحاله العاديه، ودي في الحاله في التجربه. دي في التجربه ودي في الحاله العاديه. درجه الغليان في الحاله العاديه كانت بتغلي عند كام؟ عند 100 درجه سيليزيوس. ودرجه الانصهار كانت بتنصهر عند كام؟ عند 0 درجه سيليزيوس، صح؟ عايزين نعرف درجه الغليان ودرجه. نرجع تاني يا شباب، عذرا عن انقطاع. كنا واقفين عند ايه؟ عند تأثير درجة النقاوة على درجة الانصهار ودرجة الغليان، وقلنا هنعمل هنا قبل وهنا بعد. قبل ايه؟ قبل ما نضيف 342 جرام من سكر الجلوكوز، وبعد ما ضفناه ايه التأثير اللي حصل؟ يبقى ضفنا قد ايه؟ ضفنا 342 جرام من سكر مين؟ الجلوكوز على 1 لتر من مين؟ من الماء. يبقى ضفنا 342 جرام من سكر الجلوكوز على 1 لتر من مين؟ من الماء. فدرجة الانصهار يا شباب قبل والغليان، والانصهار والغليان ايه؟ بعد. درجة الانصهار يا شباب قبل كانت المية بتنصهر عند كام؟ درجة الانصهار قبل كانت درجة انصهار أي تلج أو أي شيء كانت عند 0، صح؟ 0 درجة سيليزيوس. درجة مين؟ الانصهار. ودرجة الغليان كانت عند كام؟ كانت عند 100 درجة سيليزيوس. تمام. طب بعد بقى يا مستر، درجة الغليان بعد قال لك هتزيد نص درجة. هتزيد كام؟ نص درجة. يبقى هتغلى عند كام؟ هتغلى عند 100.5 درجة سيليزيوس. دي درجة مين؟ الغليان. طب درجة الانصهار، درجة الانصهار قال لك هتنصهر عند -1.86 درجة ايه؟ سيليزيوس. ارقام حفظ، ارقام عليكم حفظ. جت ازاي الارقام؟ مش عليكم. تمام. يبقى لما ضفنا 342 جرام من سكر الجلوكوز على 1 لتر بقت درجة الانصهار كام؟ -1.86، والغليان زادت نص. تمام. ممكن يسألنا هنا ازاي يا مستر في ايه؟ ممكن يجي يسألنا هنا لو احنا زودنا الرقم ده بقى مثلا 684 جرام، هيبقى درجة الانصهار ايه؟ درجة الانصهار هتبقى كام؟ هتبقى -1.86 زائد، تمام، -1.86، والناتج اللي هيطلع هو درجة مين؟ الانصهار. طب درجة الغليان، هتغلي عند 100 درجة وكام؟ عند 101 درجة سيليزيوس. درجة الغليان عشان هتزيد نص ونص، عشان ده ضعف ده. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى كده خدنا مين؟ العوامل المؤثرة
ناخد بقى تالت حاجه وهي التطبيق التكنولوجي. تعال نشوف بقى التطبيق التكنولوجي ده. جاب لك التطبيق التكنولوجي وهي حله الضغط او الكاتم. الضغط او ايه؟ او الكاتم. ايه الضغط او الكاتم ده؟ قال لك والله ان حله الضغط او الكاتم طريقه عملها ايه؟ ان هي بتعمل على ايه؟ تعمل على منع خروج درجه مين؟ درجه الحراره. تمام. فايه اللي بيحصل؟ فبيزيد الضغط جوه الحل. لما بيزيد الضغط بتزيد درجه الحراره، درجه الحراره بتزيد والضغط بيزيد والغليان بيزيد. فايه اللي بيحصل للطعام؟ بيستوي ايه؟ اسرع. فمميزاته ان هو موفر مين؟ للوقت والجهد والطاقه. ديت مين؟ ده حله الضغط او الكاتم. مميزاتها موفره للجهد والوقت والايه؟ والطاقه. ده كانت حصه النهارده يا شباب، يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكون عجبتكم. كده ده الجزء الاولاني من الدرس الثاني. تمام، خلصناه بفضل الله، شرحناه بكل شرح وافي وكافي باذن الله تعالى. هينزل لكم بعده الجزء الثاني، وبعد كده ينزل لكم حصه الشرح على الدرس، حصه الحل على الدرس كله. المهم عليكم تذاكروا بس اول باول عشان ما يتراكمش عليكم حاجه، ما يصعبش عليكم حاجه باذن الله تعالى. واللي واقف قدامه حاجه او مش فاهم حاجه يرجع يعيد الفيديو تاني مره واتنين. ما فهمتش خالص ممكن تكتب لي في الكومنتات. تمام يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.